لو انت بقى عروسه او انت ام وعندك بنوته وبتجهزيها، الفيديو ده بقى مهم جدا جدا ليكي. النهارده هنتكلم ازاي تجهزي بنتك، وازاي لو انت عروسه تجهزي نفسك بحاجات قليله وشويه نصايح كده هيفيدوكي ان شاء الله. انا النهارده لميت لك كده شويه نصايح وشويه كلام بجد، لو انت بتجهزي ولو انت ام بتجهزي بنتك بجد استفادي مني، والفيديو ده مهم جدا جدا ليكي. بس اهم حاجه ان احنا ننزل في الكومنتات وقولي لي الفيديو عجبك ولا لا، وكمان قولي لي على افكار فيديوهات اعملها تحت في الكومنتات، ويلا بينا نبدا الفيديو. لو انت عروسه او انت ام وبتجهزي، عايزه اقول لك على اول حاجه هنتكلم فيها، وهي الجهاز العروسه اللي انت بتجيبيه. بصي بقى يا ست الكل، وبصي يا عروسه يا قمر، لما تشتري مثلا الحلل، تمام، ما تروحيش تجيبي لبنتك او ما تروحيش انت تجيبي لنفسك حلل. مثلا تجيبي مثلا 4 طقم ولا 5 طقم حلل ويكونوا سعرهم رخيص ويكونوا اصلا مش كويسين او مش حلوين، ان هم اصلا اول ما تستعمليهم هيبوظوا منك، هيتقشروا منك، آه مش هيبقوا حلوين خالص خالص خالص. فاهم؟ طب هجيب ايه؟ انا من رايي انك تجيبي الغالي علشان يقعد معاكي. زي كده اللي بيقول لك ايه، الغالي ثمنه فيه. يعني لو جبتي حاجه حلوه غاليه هتكون قيمه، هيكون شكلها حلو، هتستحمل معاكي، مش هتبوظ بسرعه، ومش كل شويه هتجيبي حاجه. فالاحسن ان احنا نجيب حاجه غاليه وتكون قليله، احسن ما نجيب حاجه رخيصه وتكون كتيره. ما تفرحيش بالحاجه الكتيره، الحاجه الكتيره دي ادمت خلاص، مبقاش حد يجيب الحاجات الكتيره دي كلها، بس الناس بتجيب الحاجه الغاليه اللي تعيش معاكي. ده من رايي. فاول حاجه ان احنا نجيب طقم حلل يكون نوع معروف، ويكون نوع كويس ويستحمل معاكي، ويكون غالي، ويكون كده شكله حلو وشكله قيم، احسن ما تجيبي حلل رخيصه وهيبان عليها ان هي حلل اصلا مش حلوه ورخيصه وهتبوظ بسرعه. لا، هاتي حاجه تعيش معاكي، وهاتي حاجه تكون شكلها حلو. تاني حاجه هنتكلم عليها، بلاش تروحي تجيبي كوبايات وكاسات كتيره جدا جدا ويكونوا مثلا خامتهم مش حلوه، او يكونوا مثلا رخاص. لا، هاتي طقمين 3 كوبايات او طقمين 3 كاسات، تمام، ويكونوا غاليين ويكون شكلهم حلو ويكونوا قيمين، هيعيشوا معاكي وهيكون اصلا شكلهم حلو في المطبخ بتاعك. فالاحسن ان احنا نجيب الحاجه الغاليه مش الحاجه الرخيصه. هنيجي نتكلم مثلا في طقم العشاء، هاتي طقم عشاء على بعضه يكون غالي، يكون شكله حلو، احسن ما تجيبي اطباق لوحدها وتجيبي كميه كبيره ومش هتستخدميها. لا، هاتي اطباق صيني كده يكون على بعضها طقم يكون شكله حلو، احسن ما تجيبي كميه، واحسن ما تجيبي اطباق كتيره ملهاش لازمه ويبوظوا بسرعه او يكون خامتهم مش حلوه. لا، هاتي طقم صيني حلو، طقم عشاء حلو، يكونوا على بعضه كده بيتباع، بيبقى شكلهم تحفه، هيبقى شكله حلو، هيبقى غالي، هيبقى قيم، هيعيش معاكي. هنيجي نتكلم بقى في الحاجه اللي وراها. هنيجي نتكلم في ايه؟ هنيجي نتكلم في البلاستيكات واطباق البلاستيك. هاتي حاجات شكلها حلو، وهاتي حاجات كده طالعه ازاز كده شكلها جميل، وهاتي البلاستيك يكون نضيف، تمام، هيعيش معاكي وهيبقى شكله جميل. لما نجيب بقى اللي هي الفوط، الملايات، الحاجات دي كلها، انا من رايي ان احنا نجيب ملايات وفوط يكونوا قطن ويكونوا حلوين علشان يقعدوا معاكي. لكن ما تروحيش تجيبي حاجات مثلا خامتها مش حلوه وتجيبي كميات كبيره ويبقى ملهاش لازمه، تمام. لا، انا من رايي تجيبي حاجات بسيطه وتقعد معاكي وتكون شكلها حلو كده، ويكون شكلها ايه يعني كويس. هنيجي نتكلم في البطاطين واللحافه. هاتي البطاطين واللحافه يكونوا غاليين ويكونوا خامتهم كويسين، زي ما قلت لك الغالي منه فيه. طيب لو انت عايزين بقى اعمل لك سلسله جهاز العروسه تجيبي ايه وما تجيبيش ايه، قولي برده في الكومنتات. هنيجي نتكلم ان انت لما تيجي تجهزي بنتك، حاولي ان اول ما بنتك تتقرا فتحتها او تتخطب او من قبل كده ان انت تجيبي حاجه حاجه، ما تروحيش تقولي ايه لا اصل انا هجيب كل حاجه مع بعض. كل حاجه مع بعض دي انت اللي هتبصي اللي هتدوخي، هتكون مصاريف عليكي كتيره انت وجوزك، ان انت وباباكي، مامتك وباباكي. حاولي تفهميهم ان هم يجيبوا لك الحاجه واحده واحده، ما يروحوش يجيبوا الحاجه كلها مره واحده. او انت فهمي جوزك ان انت لازم تجيبي مثلا كل مره تجيبي حاجه، علشان ما يبقوش كل حاجه تجيبيها مره واحده هيكونوا معاكي، هتحسي ان دفعتي فلوس كتيره وهتحسي ان الحاجات غاليه. فلو انت وجوزك جبتوا الحاجه بالراحه هتحسي ان هم قليلين. فدايما نقنعي جوزك ان تجيبي لبنتك الجهاز بتاعها او حاجاتها واحده واحده. او انت عروسه فهمي باباكي ومامتك ان انت المفروض تدوكي فلوس، او مامتك وباباكي ينزلوا معاكي وتجيبي حاجتك واحده واحده، او ما تجيبيش الحاجه كلها مره واحده. اي حاجه بتجيبيها اكتبيها في ورقه وقلم علشان بعد كده ما تجيبهاش. عشان انا بصي وجماعه حصلت معايا ان انا جبت الحاجه وكررتها مره واتنين. والالوان، لو جبتي اي حاجه اكتبي انت جبت اللون كذا، عشان انا جبت كذا لون بنفس الشكل. فبجد لا، لو جبتي حاجه او جبتي لون اكتبيه في ورقه انت جبتي الحاجه دي بلون كذا.
فدايما فهمي جوزك، لو انت مثلا ام بتجهزي بنتك فهمي جوزك ان انتوا لازم تجيبي حاجات بنتك واحده واحده، وتجيبي حاجات بنتك بدري حتى من قبل ما تتقرا فتحتها، عشان الحاجه فاهمه بتجيبيها هتريحك انت وجوزك. لو انت عروسه بتتفرجي عليا قولي لباباكي ومامتك يا بابا يا ماما انا عايزه اجيب الحاجه علشان ما اجيش في الاخر وابقى مزنوقه ومش عارفه اجيب اي حاجه. وبس كده، ربنا يتمم لك على خير.